تعالوا النهارده نتكلم مع بعض في شقه في التجمع الخامس في حي اللوتس الشماليه. نخش على طول في الديكور اللي احنا عملناه والافكار المميزه جوه الشقه، وزي ما احنا متعودين مع بعض ان كل شقه ليها روح وليها فكر مختلف عن اي شقه ثانيه عندنا. المطبخ هنا كان مطبخ مقفول، حبينا نوسع منطقه الريسبشن فكسرنا الجزء ده وفتحناه. ودي اول حاجه بتقابلني من عند المدخل بتاع الشقه. اول ما بدخل الشقه بيبقى قدامي لوبي توزيع في حمام ضيوف هنتكلم عليه بعد شويه. ادخل على منطقه المطبخ بشكل سريع. عندي هنا وحدات تخزين ادراج، طبعا في جزء تحت فيه تهويه للخضار والبصل. عندي وحدات تخزين هنا على شكل ضلف. عندنا الحوض السمارت، وكنا بنحاول ان احنا يبقى راكب على نفس مستوى الرخامه، ما يبقاش راكب فوق الرخامه علشان خاطر الميه ما تتراكمش وتقدر تنزل بمنتهى السهوله. طبعا الحوض السمارت ميزته ان بيبقى فيه اوبشنز كتير. عندي طبعا تخزين هنا، هنا ديب فريزر هيكون موجود، وعندي هنا مايكرويف. طبعا دي علبه، الميكرويف لما بيركب فيها والعلبه دي بتتقفل بيبان بالكامل كانه بيلت ان. عندي هنا جزء الثلاجه، طبعا الاجهزه لما تركب والبوتاجاز هيبان كل شيء كانه بيلت ان بالكامل. تعالوا ندخل على